أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. أين العالم مما يجري للمسلمين في الصين؟ للمسلمين في تركستان الشرقية، للأويغور. أين المسلمون وأين الأحرار في العالم من الكوارث والمآسي والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها إخوتنا هناك في تركستان الشرقية؟ المسلمون في تركستان الشرقية لا يستطيعون أن يمارسوا شعائرهم. المسلمون هناك يعتقلون بمئات الآلاف بل بالملايين، يحشرون في معسكرات في مخيمات، ويمارس ضدهم كل ما ينتهك آدميته وحرمته وحرياتهم. في المعتقلات يتعرض الإخوة والأخوات في تركستان الشرقية في سجون الصين، الاحتلال الصيني الشيوعي المجرم، يتعرضون للاضطهاد في دينهم، فيكرهون على إنكار الألوهية، ويكرهون على إنكار النبوة والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك يمنع عنه الطعام والشراب ويعذب عذابا شديدا. المسلم إذا مات في معتقلات الصين لا يغسل ولا يصلى عليه صلاة جنازة ولا يدفن كما يدفن المسلمون، إنما يأخذه الجيش الصيني ويدفنه، يلقيه في أي حفرة من حفر الأرض. المسلمات يتعرضن للاغتصاب والانتهاك وللتحرش، ثم يصير هناك الحمل، ثم يحدث الانتحار، تنتحر المسلمة التي اغتصبت وحملت في بطنها من هذا الاغتصاب. السلطات الصينية قننت قانونا جديدا يسمى قانون الأخوة. بموجب هذا القانون يقيم رجل صيني في بيت المسلمين، كل بيت مسلم من بيوت المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية أو في مساحات الصين المختلفة يجب أن يقيم معهم رجل صيني. وطبعا بطبيعة الحال أن بيوت المسلمين هناك ليس فيها رجال في معظمها، لأن الرجال معتقلون ومغيبون. يقيم هذا الرجل بطريقة غير شرعية لا يرضاها الإسلام، ثم يتحرش ثم يغتصب النساء والبنات في البيوت. وممنوع على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ولا عن أن يحفظوا كرامتهم، ومحرم أن يوجد في البيت أي آلة أو أداة للدفاع عن النفس. أيضا المعتقلون في سجون الصين هناك من إخوتنا المسلمين يعطونهم علاجا وأدوية تصل بهم إلى حد الجنون، ثم يخرجونهم من المعتقلات مجانين. هذه مآسي عظيمة وكبيرة. إخوتنا هناك بالملايين معتقلون، مضيق عليهم، لا يمارسون شعائرهم، لا يستطيعون أن يتمتعوا بحريات، يكرهون على الكفر بالله والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك يعذب عذابا شديدا. أين المسلمون؟ أين الأحرار في العالم؟ أين الحكام والحكومات؟ أين العلماء؟ أين المنظمات الحقوقية التي تتكلم بحقوق الإنسان وحرية الإنسان في العالم؟ نحن نلفت أنظار العالم إلى ما يجري من مآسي ومن مجازر ومن اضطهادات ومن انتهاكات لمسلمي الصين، مسلمي تركستان الشرقية ومسلمي الأويغور هناك في الصين. اللهم إنا نسألك لهم نصرا قريبا وفتحا مبينا وفرجا قريبا يا رب العالمين. فرج اللهم عنهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعليك بكل من آذاهم. اللهم شل كل يد تمتد إليهم بسوء، واحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم، إنك على ما تشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.